السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا طلاب تانية ثانوي، مهندسين ودكاترة المستقبل، تعالوا نشرح الدرس الثالث. هنتكلم النهاردة عن دعائم بناء الدولة الإسلامية. طيب تعالوا نجيب السبورة الصغيرة بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عليها دايما ونشوف هنعمل ايه. صلى على النبي. هو الأول يعني ايه كلمة دعائم بناء الدولة الإسلامية؟ يعني ايه دعائم؟ دعائم يعني الأسس اللي سيدنا محمد هيبني عليها الدولة. إيه الأساس اللي النبي محمد هيبني عليه الدولة بتاعته؟ طيب قبل ما نتكلم عن تفاصيل دعائم بناء الدولة وإزاي سيدنا محمد هيبني الدولة الإسلامية بتاعته، تعالوا نتكلم عن شكل المدينة قبل ما النبي هاجر. خلي بالك بقى من التفاصيل، عشان احنا التفاصيل بالنسبة لنا مهمة. مش عايزين ناخد وقت في الفيديو، فانت ركز في التفاصيل عشان ما نقعدش نعيد ونزيد وازعلك معايا. طيب صلى على النبي. المدينة المنورة قبل هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت فيها نوعين من القبائل. تمام؟ كانت فيها قبائل عربية، حلوة قوي، دي أول نوع من القبائل. وفيها قبائل يهودية، حلو، يعني العرب واليهود كانوا عايشين مع بعض في المدينة، جميل. طيب أشهر القبائل العربية اللي كانت موجودة في المدينة المنورة قبل هجرة الرسول قبيلة اسمها الأوس، وقبيلة تانية اسمها الخزرج. طبعا انت عارف أساميهم، حلو. واوعى تنسى ان الأوس والخزرج دول كان أصلهم جاي منين؟ من اليمن. دي مهمة جدا المعلومة دي، اوعى تنساها. طيب القبائل اليهودية بقى كانوا كام قبيلة؟ 3. أساميهم مركز عشان الأسامي مهمة. أول قبيلة اسمها بنو النضير. اسم يمكن صعب شوية بس هتحفظه لأن أنت هتسمع الاسم ده كتير. طيب في قبيلة تانية اسمها بنو قريظة. معلش أسامي صعبة شوية. وآخر حاجة قبيلة اسمها بنو قينقاع. يلا يا مستر عيد تاني، يبقى آخر مرة هنعيد، مش هعيد كتير. يبقى كده المدينة المنورة قبل ما النبي يهاجر كان فيها نوعين من القبائل، قبائل عربية ويهودية. العربية زي مين؟ الأوس والخزرج، دول اللي أصلهم من اليمن، جايين من الجنوب، هاجروا من الجنوب. في قبائل يهودية كم واحدة؟ 3. بنو النضير، بنو قريظة، بنو قينقاع. تاني، بنو النضير، بنو قريظة، بنو قينقاع. طيب قبيلة بنو النضير دي كانت عايشة فين بالظبط في المدينة؟ بالله عليك ركز بقى في اللي جاي. عايشة في حتة اسمها وادي بطحان. تمام. بنو قريظة عايشة في منطقة اسمها وادي مهزور. طب بص معلش، هي لو انت مركز بنو النضير في وادي ايه؟ بطحان، بطح، بطحان. بنو قريظة في وادي مهزور، بيهزر مهزور. وبنو قينقاع عايشين في وسط المدينة، في وسط مدينة يثرب. طب هقول لك على تركاية. ممكن في الامتحان يكون بيسأل على حاجة فانت خلاص فهمت ان هو بيسأل على يهود بنو النضير، تنزل في الاختيارات ما تلاقيش بنو النضير، تلاقي القبيلة اليهودية اللي عايشة في وادي بطحان. خلي بالك، يبقى انا لازم اعرف دي فين. بنو قريظة، تبقى السؤال كله بيسأل على بنو قريظة، تنزل ما تلاقيش في الاختيار بنو قريظة، تلاقي يقول لك القبيلة اللي عايشة في وادي مهزور. طيب بنو قينقاع، ما تبقى برضو السؤال بيتكلم عنهم، تنزل تلاقي كلمة ايه؟ القبيلة اللي عايشة في وسط المدينة. خلاص، دول كده شكل القبائل اللي كانت موجودة قبل الإسلام في مدينة يثرب. طيب هنتكلم عن ايه بقى دلوقتي؟ العلاقة اللي كانت بين القبائل العربية واليهودية قبل الإسلام. يعني شكل القبائل دي كانت ايه العلاقة ما بينهم؟ تعال نحكي. كلام سهل جدا. أول حاجة كان في ما بينهم وفاق، كانوا بيحبوا بعض جدا. وكانت القبائل العربية واليهودية عايشين مع بعض في سلام. خلي بالك، عمر اليهود ما أجبروا العرب إن هم يدخلوا في اليهودية، فكده في تسامح ديني. ركز بالله عليك في الكلام ده اللي بيجي في الأسئلة. يبقى العرب قبل الإسلام في يثرب العرب واليهود عايشين مع بعض في وفاق.
عايشين مع بعض في سلام، عمر اليهود ما اجبروا العرب ان هم يخشوا في اليهودية، فده اسمه تسامح ديني. حلو. فضلت العلاقة ماشية بالطريقة دي لحد ما ايه اللي حصل؟ ركز بقى. لحد ما الأوس والخزرج بدأت مكانتهم الاقتصادية تزيد جوه يثرب. مش فاهم يا مستر؟ يعني الأوس والخزرج هم كانوا جايين من اليمن، صح؟ شغالين في حرفة الزراعة. طب فالأوس والخزرج أول ما جم إلى يثرب، ويثرب فيها زراعة، يثرب كانت واحة زراعية، فأول ما الأوس والخزرج بدأوا يشتغلوا الشغلانة اللي هم عارفينها الزراعة، وبدأت مكانتهم تزيد في قلب يثرب، بقى كده اليهود لقوا نفسهم ليهم منافس. فاليهود اكتشفوا ان الأوس والخزرج بقوا منافسين ليهم. هوب، تحصل بقى المشكلة هنا. يبقى كده اليهود بدأوا يتخانقوا مع الأوس والخزرج لأسباب ايه؟ اقتصادية. اليهود بدأت علاقتهم بالأوس والخزرج تتحول من علاقة وفاق إلى علاقة عداء بسبب الأوضاع الاقتصادية. أظن الكلام سهل. آخر مرة تعالى نعيد. يبقى العلاقة ما بين العرب واليهود في يثرب قبل الإسلام كانت مختلفة، ما كانتش على وتيرة واحدة. أول حاجة كان في ما بينهم وفاق، صحاب، في سلام، كان في تسامح ديني. اليهود عمرهم ما أجبروا العرب يدخلوا في اليهودية، لحد ما الأوس والخزرج بدأوا يبقى ليهم مكانة اقتصادية. بدأ الأوس والخزرج يبقى منافسين لليهود، اليهود بدأوا يخافوا، فتحولت العلاقة من وفاق إلى عداء. كلام سهل جدا. طيب يا مستر، احكي لي، اوصف لي العداء ده كان شكله عامل ازاي؟ بص يا سيدي، بص يا قلبي. في البداية خالص بدأ اليهود يقتلوا في الأوس والخزرج. لما هيقتلوا في الأوس والخزرج دي كده تبقى مواجهة ايه؟ مواجهة مباشرة. يعني اليهود بدأوا يقتلوا في الأوس والخزرج مباشرة، دي كده مواجهة مباشرة. لكن عملوا حاجة تانية. قبيلة بنو النضير، عارفها؟ أو طبعا، اللي هي كانت عايشة في وادي بطحان، والقبيلة التانية اللي كانت تحتها بنو قريظة اللي عايشة في وادي مهزور. الاتنين دول عملوا تحالف مع مين؟ مع الأوس، وبدأوا يحرضوا الأوس إن هم يقتلوا الخزرج. الناحية التانية بقى قبيلة بنو قينقاع اللي هي عايشة في وسط المدينة، كانت بتعمل إيه؟ بقت بتحرض الخزرج إن هم يقتلوا في الأوس. يا نهار أبيض! يعني كده حصلت تحالفات. التحالفات دي أدت إلى حدوث الصراع ما بين مين وما بين مين؟ الأوس والخزرج. طيب أنا قلت لك لما اليهود قتلوا العرب دي كده تعتبر مواجهة إيه؟ مباشرة ما بين العرب واليهود. لكن لما هنا اليهود يحرضوا الأوس والخزرج، والاتنين دول هم اللي هيتخانقوا مع بعض، واليهود عاملين نفسهم مؤدبين ما لهمش علاقة، دي كده تبقى اسمها مواجهة غير مباشرة. يبقى العرب واليهود علشان يحاربوا بعض، لا، اليهود عشان يخلصوا من العرب عملوا طريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة. حاجة صعبة كده. منظر العلاقة ما بين العرب واليهود لا تسير على وتيرة واحدة. في البداية كانت العلاقة جيدة، خلي بالك هنا قالوا احنا هنعيش مع بعض في سلام، دي تبقى حاجة اجتماعية. قالوا احنا مش هيبقى فيه إجبار على الدين، فده تسامح ديني. وقالوا احنا هندافع عن المدينة مع بعض، يعني حتى كان ناحية الوفاء دي كان فيها ناحية عسكرية. قالوا احنا هندافع عن المدينة مع بعض. طيب كده منظر المدينة مش كويس، مفيش استقرار في المدينة، في صراعات في المدينة. خلي بالك ان الأوس والخزرج فضلوا بيتخانقوا لحد ما النبي هيروح لهم، وكانت آخر حرب ما بينهم اسمها حرب ايه؟ يوم بعاث. طيب ما تيجي نبص على بقى معلومة من بعيد شوية، من منظور بعيد شوية. فاكر المرة اللي فاتت أنا قلت لك إن اشمعنى أهل يثرب دخلوا في الإسلام؟ كان من ضمن الأسباب إن هم محتاجين من يجمع شملهم.
الأوس والخزرج كانوا محتاجين من يجمع شملهم. ليه بقى؟ ليه محتاجين حد يجمع شملهم؟ لأن هم كانوا اخوات اتخانقوا بسبب اليهود، فكانوا محتاجين حد يقدر يجمعهم زي زمان. مين اللي هيعمل كده بقى؟ النبي محمد. وآخر حرب كانت ما بينهم النبي هيقضي عليها هي حرب يوم بعث. طيب تعال نشوف اهو كل الكلام اللي انا قلته في الملزمه اهو. المجتمع كان فيه أوس وخزرج، النضير في وادي بطحان، قريظة في وادي مهزور، بنو قينقاع في الوسط. هقول لك على استنتاج برضو حلو قوي. لو انا سألت هم اليهود في المدينة كانوا بيشتغلوا حرفة ايه؟ انا هعرف من الاماكن اللي هم عاشوا فيها. هم عايشين في وادي ده يعني مكان فيه مية، يبقى الحرفة اللي اليهود كانوا شغالين بيها هي حرفة ايه؟ الزراعة. طيب دي الخريطة اللي بتوضح اماكنهم. ادي بنو قينقاع، ادي بنو قريظة، وادي بنو النضير. بنو النضير في وادي بطحان، ودي في وادي مهزور، ودي في وسط المدينة. طيب وادي المراحل اللي كانت ما بينهم. قالوا احنا هنعيش مع بعض سويا، هندافع عن المدينة. دي كده حاجة اجتماعية وحاجة عسكرية. نقضوا العهد وبدأوا بقى التحالفات زي ما انا قلت لك، واخر حاجة يوم ايه؟ يوم بعث. طيب تعال نجاوب السؤالين دول. ظهرت التحالفات في يثرب قبل هجرة الرسول إليها. في تحالفات حصلت في يثرب. ما دام سمعت دي قبل الهجرة، يبقى بنو النضير وبنو قريظة مع بعض مع الأوس، وبنو قينقاع مع الخزرج. يقول لك ومنها ما كان بين الخزرج مفروض وبنو قينقاع. طيب هل هنا مكتوب بنو قينقاع؟ لا، بس كاتب ايه؟ وسط يثرب. فانا قلت لك خلي بالك من الاماكن. طيب هاجرت قبائل الاوس والخزرج قبل الاسلام من اليمن الى يثرب لاسباب اقتصاديه. ليه؟ لان احنا قلنا هم هاجروا بسبب انهيار سد مأرب. طيب نخش على الدعائم بقى. بص يا باشا، الحاجه اللي انا عايز اقول لك عليها، بص كده معايا. الحاجه اللي انا عايز اقول لك عليها ان النبي محمد لما جه هاجر، وركز بالله عليك في الحته دي مهمه. النبي محمد لما جه هاجر من مكه الى المدينه، احنا قلنا خلاص المدينه فيها نوعين من القبائل، يهوديه وعربيه. القبائل العربيه دخلوا في الاسلام مع النبي. يعني موقف القبائل من الاسلام، الأوس والخزرج دخلوا في الإسلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم، معظمهم دخل في الإسلام. طب اليهود بقى كان إيه موقفهم من الدعوة الإسلامية لما راحت إلى يثرب؟ كل اليهود رفضوا الإسلام وقالوا إحنا مش هنخش في الإسلام. ليه بقى؟ إيه السبب؟ ده أنتم مفروض عارفين إن في نبي هيجي في آخر الزمن اسمه محمد، وانتوا السبب اللي خليتوا اساسا الاوس والخزرج يدخلوا في الاسلام، لان انتوا اللي كنتوا بتكلموهم عن محمد. طب ليه اليهود بقى ما دخلوش في الاسلام؟ دي مهمة جدا يا حبايبي، لاسباب اقتصادية. اليهود كانوا خايفين على المصلحة الاقتصادية بتاعتهم لا يحصل لها مشكلة. كانوا خايفين لو الاسلام انتشر عندهم في يثرب يأثر على وضعهم الاقتصادي. استنتاج مهم جدا وتركاية مهمة. خوف اليهود من الإسلام لأسباب اقتصادية، ده بالظبط بيفكرني بالأسباب اللي خلت قريش برضو تحارب المسلمين. يعني قريش حاربت الإسلام لنفس السبب، لأسباب اقتصادية. آخر مرة نقولها، أنا ما بعدش كتير أهو. يبقى القبائل اللي موجودة في يثرب كان إيه موقفها من الإسلام؟ اتقسمت الموقف. العرب الأوس والخزرج معظمهم دخلوا في الإسلام، لكن اليهود رفضوا الدعوة الإسلامية، وبدأ اليهود يعلنوا عدائهم للمسلمين. اشمعنى؟ لأسباب إيه يا حبايبي؟ اقتصادية. طيب تعالوا بقى نتكلم على دعائم الدولة وإزاي النبي محمد هيبني الدولة الإسلامية بتاعته. أنا حابب أشرح الكلام هنا علشان إيه؟ نشرح براحتنا، وهنجيب الملزمة نبص عليها بعد كده. طيب ايه دعائم بقى بناء الدولة الإسلامية؟ احنا اتفقنا كلمة دعائم دي يعني الأساسات اللي أنا هبني عليها الدولة بتاعتي. طيب بص، تعالى نعمل خط كده.
الدعوة الإسلامية أو الدعائم بتاعت الدولة هتبقى 5 دعائم، 5 أسس سيدنا محمد هيعملهم عشان يبني عليها الدولة بتاعته الناشئة الجديدة في المدينة. أول أساس النبي هيبني عليه الدولة بتاعته هو بناء المسجد. النبي محمد هيبدأ يبني المسجد في الإسلام، وده أول حاجة النبي محمد هيعملها لما هيدخل المدينة. لو انت عارف المعلومة اسمعها، مش عارفها اعرفها. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما جه من مكة إلى يثرب كان داخل المدينة، وهو داخل المدينة كان راكب على الجمل. فبدأ أهل يثرب من حبهم في محمد كل واحد عايز يمسك النبي وياخده عنده في البيت يعيش معاه، يعني كان الناس عايزة النبي يعيش معاهم في بيوتهم. فكانت الناس بتعترض طريق الجمل، الناقة اللي النبي راكبها. النبي قال لهم ايه؟ اتركوها، سيبوا الناقة فهي مأمورة، هي هتفضل ماشية لحد ما تيجي في مكان معين وتقعد في المكان ده، ربنا اللي ممشيها. والمكان اللي الجمل او الناقة قعد فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم هيبدأ يبني فيه المسجد بتاعه. ده اول مسجد اتبنى في المدينة. طيب صلى على النبي. انا عايز اعرف يا مستر المسجد ده بقى ايه اهميته في الاسلام؟ بالله عليك ركز. اول اهمية للمسجد هو مكان للعبادة، سيدنا محمد هيبنيه علشان نعبد فيه ربنا سبحانه وتعالى، اصلي، اقرا قرآن. طيب 2، المسجد ده هيبقى مدرسة. انت بتروح المدرسة الصبح تعمل ايه؟ اتعلم. فالمسجد هيبقى مدرسة لتعلم الدين الاسلامي. ماشي. طيب بعد المدرسة ما بتخلص مدرسة بتروح اخر اليوم بتروح فين؟ السنتر، المركز. فالمسجد كان مركز لإدارة الدولة الإسلامية. يلا بقى نحفظ ال3 دول. يبقى سيدنا محمد بنى المسجد لكذا سبب، المسجد ليه أهمية لكذا سبب. رقم 1 مكان بعبد فيه ربنا، فهو مكان للعبادة. تاني حاجة هو مدرسة بتعلم فيها الدين الإسلامي. 3 هو مركز لإدارة شؤون الدولة الإسلامية. طيب 4 هو مأوى للمهاجرين. يعني يا مستر مش فاهم، هفهمك بالراحة. المهاجرين هم أهل مكة اللي سابوا مكة وهاجروا إلى المدينة. فسيدنا محمد لما بص على المهاجرين لقى المهاجرين يعني سابوا بيوتهم وأهلهم وأصحابهم في قلب مكة وهاجروا ملهمش بيوت في قلب المدينة. فيعمل إيه النبي؟ النبي قال للمهاجرين تعالوا اقعدوا في المسجد. فالمسجد كده مأوى يعني مكان أنا بحتمي بيه. فالنبي قال للمهاجرين تعالوا عيشوا في قلب المسجد، افضلوا قاعدين في المسجد لحد ما يبقى عندكم بيوت تعيشوا فيها تاني، فهو مأوى للمهاجرين. آخر حاجة ملتقى الصحابة. ملتقى الصحابة يعني صحابة النبي محمد سواء بقى كانوا مهاجرين أو سواء كانوا أنصار هيتجمعوا جوه المسجد، ملتقى المسجد. طب يلا نحفظ. خلاص احنا مش هنقول آخر مرة ومش هنعيد تاني. يبقى المسجد في الإسلام أول أساس بناه سيدنا محمد. المسجد ده ليه 5 أهميات، ولو انت مركز هتلاقي كل الأهميات بيبدأوا بحرف الميم. ايه هما بقى؟ مكان للعبادة، المدرسة اللي بتعلم فيها أمور الدين، مركز لإدارة شؤون الدولة، ومأوى للمهاجرين اللي هاجروا من مكة إلى المدينة وما لهمش بيوت، وهو ملتقى مكان بيتجمع فيه الصحابة. طب تعال نطلع شوية استنتاجات. المسجد لما يبقى مكان للعبادة كده المسجد ليه أهمية دينية. المسجد لما يبقى مدرسة بتعلم فيها الدين يبقى برضو دي أهمية دينية. المسجد لما يبقى مركز لإدارة الدولة، يعني أنا النبي بيقعد فيه يدير الدولة الإسلامية، فدي تبقى أهمية سياسية، خلي بالك. وممكن تبقى عسكرية لأن الجيش النبي كان بيجهزه في المسجد. المسجد لما يبقى مأوى للمهاجرين يعني المهاجرين بيقعدوا فيه، دي تبقى مهمة اجتماعية. ملتقى الصحابة يبقى برضو مهمة ايه؟ اجتماعية. يبقى كده مسجد النبي ليه مهمة دينية
وسياسية وعسكرية واجتماعية، سياسية ودينية وعسكرية واجتماعية. هل المسجد ليه أهمية اقتصادية؟ لا يا مستر ملوش. خلي بالك، مسجد النبي محمد لم يكن له أهمية اقتصادية. طيب كده احنا خلصنا أول حاجة اللي هي بناء المسجد. تاني حاجة بقى في الدعائم المؤاخاة بين، دي بقى هتاخد معانا وقت صغير مش كبير، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. جاهزين؟ يلا بينا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول ما جه من مكة إلى المدينة اكتشف إن المدينة فيها عنصرين مهمين جدا. الأنصار اللي هم أهل المدينة اللي نصروا النبي، تاني الأنصار اللي هم أهل المدينة اللي نصروا النبي، والمهاجرين اللي هم أهل مكة اللي هاجروا مع النبي. طيب المهاجرين دول عندهم مشاكل، عندهم شوية مشاكل زي يا مستر؟ تعال أقول لك. عندهم أول حاجة مشكلة نفسية وجدانية. هي إيه يا مستر المشكلة النفسية الوجدانية اللي عند المهاجرين؟ تخيل كده معايا، المهاجرين مكانهم أصلا في مكة، حياتهم كلها كانت في مكة من أول ما اتولدوا لحد ما بقوا رجالة كبيرة أو بنات ستات كبار. فالمهاجرين فجأة سابوا مكة وراحوا مهاجرين إلى المدينة، فنفسيا قلوبهم لسه متعلقة بمكة، حنين المهاجرين إلى مكة. فالنبي كان عايز يعالج حنين المهاجرين إلى مكة، يقول لهم انسوا بقى مكة، خلاص انسوها، في مكان جديد دلوقتي احنا هنكمل فيه حياتنا بأمر من ربنا. فالنبي كان عايز يعمل المؤاخاة لأن المهاجرين عندهم مشكلة نفسية وجدانية، فكان عايز يقول لهم انتوا والأنصار بقيتوا اخوات. طيب في مشكلة تانية، مشكلة اقتصادية. ايه المشكلة الاقتصادية؟ المهاجرين ما بيعرفوش أصلا يشتغلوا غير حرفة التجارة، ومكة والمدينة فيها زراعة وصناعة. طب مستر ما يشتغلوا تجارة عادي، بالعكس ده السوق مفتوح بالنسبة لهم ومفيش تجار. طب ما يشتغل، لا ما هو المهاجرين ما يعرفوش يشتغلوا بالتجارة وهم مش معاهم فلوس، لأن هم سابوا كل أموالهم في مكة قبل ما يهاجروا. فالمهاجرين عندهم مشكلة اقتصادية، فكان لازم الاتنين يبقوا اخوات، الاتنين يساعدوا بعض. انت فاهم اكيد كده فكر النبي. في مشكلة كمان اجتماعية. هي ايه يا مستر المشكلة الاجتماعية؟ المهاجرين سابوا اهلهم، في رجالة كانوا متجوزين وعندهم اولاد، سابوا اولادهم وسابوا زوجاتهم وهاجروا مع النبي محمد الى المدينة. فالمهاجرين عندهم مشكلة اجتماعية، اهلهم في مكة سابوا اولادهم في مكة، اصحابهم في مكة سابوا بيوتهم في مكة وهاجروا. تحس ان رقم 3 دي شبه رقم 1. طب واحدة واحدة يا مستر، انا عايز احفظ بقى معاك بالراحة كده، انا فهمت عايز احفظ. يبقى تاني اساس هنحفظ ونركز، تاني اساس عمله النبي عشان يبني الدولة الاسلامية هو المؤاخاة بين المهاجرين والانصار. مستر ليه سيدنا محمد هيعمل المؤاخاة بين المهاجرين والانصار؟ ل3 أسباب، يلا نغنيهم. أسباب إيه؟ نفسية وجدانية واقتصادية واجتماعية. تاني أسباب إيه يا مستر؟ نفسية وجدانية واقتصادية واجتماعية. أول واحد إيه السبب النفسي؟ إن قلوب المهاجرين متعلقة بمكة، حنين المهاجرين متعلق بمكة، فالنبي عايز يلغي الموضوع ده. السبب الاقتصادي، المهاجرين بيشتغلوا بس تجارة والمدينة فيها زراعة وصناعة. طب ليه المهاجرين مش قادرين يشتغلوا تجارة؟ لأن هم مش معاهم فلوس، فلازم يشتغلوا مع بعض مهاجرين وأنصار. المشكلة الاجتماعية، المهاجرين سابوا أهلهم وبيوتهم وعيالهم واصحابهم في مكة وهاجروا لوحدهم إلى المدينة، فدي مشكلة اجتماعية. طيب النبي محمد كان بيدعو بقى المهاجرين والأنصار إن هم يبقوا حاجة واحدة. طب تخيل كده معايا، لما المهاجرين والأنصار يبقوا حتة واحدة، إيد واحدة كده،
كده المجتمع الإسلامي في المدينة هيبقى قوي ولا ضعيف؟ قوي. لما يبقوا اخوات كده المجتمع داخليا متماسك ولا مفكك؟ متماسك. هل هتبقى في حاجة اسمها العصبية القبلية؟ يعني هل هيبقى في حد ماشي في المدينة يقول أنا من المهاجرين وواحد تاني هيبقى ماشي يقول أنا من الأنصار؟ أبدا. الاتنين لما بقوا إيد واحدة بقوا بيقولوا على بعضهم إيه؟ مسلمين. مفيش مهاجرين ومفيش إيه؟ ومفيش أنصار. خلاص؟ ده كده هيعمل تقارب داخل المدينة. طيب تعال نشوف الحتتين اللي احنا شرحناهم مكتوبين ازاي في الملزم اهو. بناء المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم قعد عمل المسجد في المكان اللي الناقة بتاعته جلست فيه. أهمية المسجد مكان للصلاة والعبادة، مدرسة بناخد فيها أمور الدين، ملتقى للمسلمين بقى أنصار ومهاجرين، مأوى للصحابة، مركز لإدارة شؤون الدولة. ماشي؟ دي الخطبة اللي قالها النبي، خطبة حلوة جدا، ابقى اقراها. المؤاخاة، النبي كان لازم يعمل مؤاخاة لأسباب نفسية وجدانية واقتصادية واجتماعية. إيه السبب النفسي الوجداني؟ عاوز يعالج حنين المهاجرين لمكة ويحببهم في المدينة. السبب الاقتصادي ان الرسول كان عارف ان اهم حاجة المهاجرين ما بيعرفوش يشتغلوا غير تجارة، وكانت المدينة فيها زراعة وصناعة، فيعمل ايه النبي؟ او حيث كانت خبرتهم في التجارة ولم يكن لهم القدرة على ممارستها لنقص الاموال، فالنبي كان لازم يخليهم اخوات عشان يعرفوا يشتغلوا مع بعض. كمان اسباب اجتماعية، المهاجرين عندهم غربة، سابوا اهلهم اصحابهم، فالنبي كان لازم يخليهم اخوات. ماشي؟ انا عايزك تبقى فاهم عشان الكلام ده بالنسبه لك يبقى سهل. نتائج بقى ده: تقويه الجبهه الداخليه، انهاء العصبيه القبليه، الانصار وقفوا مع المهاجرين وبداوا يساعدوا. طيب تعال نشوف بقى ثالث حاجه، صحيفه المدينه. صلى على النبي. محتاج اجيب دي تاني عشان نشتغل شرح عليها. ثالث أساس النبي هيبني عليه الدولة، النبي هيعمل صحيفة هنسميها صحيفة المدينة أو دستور المدينة. القصة مستر بشرة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول ما دخل إلى المدينة المنورة كان عارف إن فيها يهود، وكان النبي عارف، سبحان الله وما ينطق عن الهوى، النبي كان عارف ان اليهود ما عندهمش عهد، يعني هم ممكن خاينين هيعملوا اي حاجة ضد النبي. فالنبي محمد قرر ان هو هيعمل صحيفة، يعمل دستور. يعمل ايه في الدستور ده النبي محمد؟ رقم 1 هيحدد فيه العلاقة ما بين المسلمين وغير المسلمين اللي في المدينة. يعني كده الدستور ده هو حاجة تنظيمية النبي عملها علشان يقول علاقتنا كمسلمين بغير المسلمين اللي في المدينة هتمشي ازاي. تاني حاجة، النبي عمل الدستور ده علشان يحدد حقوق وواجبات كل واحد في المدينة. النبي عايز يحدد كل واحد ايه حقوقه وايه واجباته. تمام كده النبي بيأكد على مبدأ اسمه ايه؟ التعايش السلمي. النبي كده بيأكد على مبدأ اسمه ايه؟ التعايش السلمي. خلي بالك من دي عشان مهمة جدا. طيب محتاجين بقى الملزمة. تعال نقرأ مع بعض حاجة اهو. تنظيم العلاقة بين كافة فئات المجتمع اللي انا قلت لك عليها، احفظها زي ما انا قلت. انا قلتها سهلة، انا قلتها بسيطة، انا قلتها بطريقة هتسمعها تفهمها تحفظها تعرف تحل في الأسئلة. تاني، النبي عمل صحيفة المدينة أو دستور المدينة لسببين. أول حاجة علشان يحدد العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين اللي هي كل فئات المجتمع. وتاني حاجة علشان يحدد حقوق وواجبات كل فرد داخل المدينة. كده النبي بيأكد على مبدأ اسمه التعايش السلمي مع كل الناس. كلمة تعايش سلمي دي أول ما تسمعها يبقى مسلم وغير مسلم. يعني أنا كمسلم لما أعيش مع واحد صاحبي غير مسلم ونعيش مع بعض في علاقات جيدة، ده اسمه تعايش سلمي بيني وبينه. طيب بص،
دي الحاجات اللي اتكتبت في الصحيفة اللي النبي عملها. المسلمين أمة واحدة، نعمل تكافل اجتماعي، وانت فاهم يعني ايه تكافل من الحصة اللي فاتت. الغني يساعد الفقير، ماشي. احترام امان المسلم، لازم نبقى موفرين امان للمسلمين كلهم. حماية اهل الذمة. مين يا مستر اهل الذمة؟ اي حد مش مسلم من اهل الكتاب هيعيش معانا، ده يبقى اسمه اهل ذمة، احنا لازم نحميه. النبي قال محدش يعتدي على اي حد من اهل الذمة، فمن اذى ذمي فقد اذاني. النبي محمد قال كده. الاستقلال المالي لكل طائفة، يعني النبي قال كل طائفة مسلمين أو غير مسلمين ليهم أموالهم منفصلين عن بعض. المسلمين ليهم فلوس لوحدهم، الغير مسلم ليه فلوس لوحده، الفلوس دي كل واحد مع نفسه عادي. الاستقلال المالي لكل طائفة. طيب، حرية العقيدة، يا سلام يا محمد. ممارسة الشعائر مكفولة لكل فصائل الشعب، يعني لو انت راجل مسلم من حقك تمارس الشعائر الدينية بتاعتك، حرية دينية. ومن حق اي حد مش مسلم يمارس الشعائر الدينية بتاعته. محمد بيضرب اروع الامثال في التعايش السلمي مع الاخرين، لان النبي هو اللي هيبقى مدير المدينة دلوقتي. خلاص؟ طيب، كمان النبي قال الدعم المالي للدفاع عن المدينة. حلو ده. بص يا سيدي، أنا عايزك كل شوية تسمع الجزء اللي أنا بشرحه ده عن الكلام ده، عشان ده بيجي في الامتحان. سيدنا محمد من شوية قال إيه؟ كل طائفة عندها استقلال مالي. المسلمين فلوسهم لوحدهم، واليهود فلوسهم لوحدهم، دول شغالين مع نفسهم لوحدهم ودول مع نفسهم. طب لو المدينة تعرضت لهجوم، الهجوم ده هيضر المدينة كلها، احنا بقى نعمل ايه؟ الناس اللي عايشة نصرف احنا الاتنين، المسلم وغير المسلم يصرفوا علشان خاطر ندافع عن المدينة. يبقى الدعم المالي، كل طائفة وكل فئة عايشة في المدينة هتدفع من جيبها علشان تدافع عن المدينة لو في هجوم حصل عليها. الدفاع المشترك ضد أي عدوان، يعني لو المدينة تعرضت لاعتداء، الاعتداء بقى ده جاي لليهود أو جاي للمسلمين، كلنا نقف مع بعض وندافع. ليه؟ الاعتداء ده جاي على المدينة بتاعتنا كلنا. النصح والبر بين المسلمين وأهل الكتاب، ده بيأكد على إن العلاقة مفروض تبقى علاقة جيدة بين المسلم وأي حد مش مسلم من أهل الكتاب. نصرة المظلوم شبه حلف الفضول، وحق الأمن لكل مواطن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكد على روابط اجتماعية ودفاعية. خد بالك، الدفاع المشترك ده والدعم المالي حاجة فيها دفاع عن المدينة بتاعتنا. طيب، كده النبي محمد عمل الدستور، والنبي بيبني دولة كاملة من البداية للنهاية. طيب، تعال نشوف رابع حاجة النبي هيعملها، البناء الاقتصادي. طيب، صلى على النبي. النبي لما دخل المدينة لقى عنده 3 مشاكل اقتصادية. المشكلة الأولى إن المهاجرين، ال3 مشاكل دول هيبقوا خاصين بالمهاجرين. المهاجرين اللي جايين من مكة إلى المدينة كانوا بلا سكن، بلا مال، بلا عمل. أدي مشكلة، فلازم نحلها لهم. كمان المدينة مش هتقدر تستوعب أعداد المهاجرين. المدينة مش هتقدر تستوعب المهاجرين اللي جايين. يا دوبك المدينة على قد أهلها، الناس اللي جاية دي هتعيش فين؟ مشكلة. المشكلة الثالثة إن المهاجرين ما عندهمش خبرة بالزراعة، وده الأساس اللي قايم عليه الاقتصاد بتاع المدينة. هنعمل إيه طيب؟ فدي 3 مشاكل اقتصادية النبي بيقابلها. المهاجرين بلا عمل، بلا مال، بلا سكن. المهاجرين المدينة مش هتستوعبهم، مشكلة تانية. المشكلة الثالثة إن المهاجرين بيشتغلوا تجارة والمدينة فيها زراعة، ده الأساس اللي قايم عليه المدينة. مش عارف يعمل النبي. بس النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحط حلول لهذه المشاكل. تعال نشوف النبي هيحل ازاي المشاكل دي عن طريق 3 خطوات. بص يا باشا،
اول حاجه النبي اكد على مبدا اسمه احياء الارض. النبي محمد علشان يوسع مساحه الاراضي الزراعيه ويوسع مساحه الناس او المدينه المنوره بدا يؤكد على مبدا احياء الارض. بمعنى في صحيح الامام البخاري سيدنا محمد في حديث شريف قال ايه؟ قال من احيا ارضا موات فهي له. تاني الحديث من احيا ارضا موات فهي له. يعني ايه يا محمد؟ يعني سيدنا محمد قال اي حد هيصلح ارض بايظه ميته بس الارض دي اتصلحت وبقت تنفع تتزرع، الارض دي تبقى ملكه. ماشي؟ من احيا ارضا موات فهي له. ده حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بناء عليه النبي ادى لسيدنا علي بن ابي طالب عيون، يعني مناطق، خلاص، مناطق في منطقه اسمها ينبع. النبي ادى الزبير بن العوام ارض في المدينه قال له ازرعها. بلال بن الحارث اداله ارض اسمها معادن، دي في ناحيه الفرع بالقرب من المدينه. يبقى كده النبي عايز يعلم المهاجرين، لان دول كلهم مهاجرين، ما هو مش هيدي ارض لحد من المدينه، ما هو الانصار ليهم اراضي، فدول كلهم مهاجرين. النبي قال لهم تعالوا انا هديكوا اراضي. سيدنا علي اخذ اراضي في ينبع، العين مع العين، علي وينبع. الزبير اخذ اراضي في المدينه، وبلال بن الحارث اخذ معادن، دي ارض في منطقه الفرع. ماشي؟ طيب صلى على النبي. كده النبي محمد بيحاول يعلم المهاجرين حرفه جديده اللي هي حرفه الزراعه. حلو، نكمل. كده النبي اول خطوه عملها علشان خاطر يقدر يحل مشكله ان المدينه صغيره، بدا يوزع اراضي على المهاجرين، بس دي اراضي بايظه والنبي هيساعدهم ان هم يصلحوها. طب الناس دي محتاجه ميه والمدينه فيها ميه، فالنبي بدا ينظم شؤون الري، بدا بقى يعمل ترع، يعمل قنوات. بص بقى النبي عمل اوديه في وادي بطحان ووادي قناه. وادي بطحان ده اللي كانت عايشه فيه يهود بنو النضير، النبي بدا يعمل منه ترع وقنوات علشان يقدر يوزع الميه على اماكن كتير. طب تالت حاجه عملها النبي، المهاجرين عايزين سوق بقى يتاجروا، فالنبي محمد راح عمل لهم سوق. النبي حدد موضع للسوق خلاص علشان خاطر يعني يبدأ الناس تشتغل فيه، فعمل سوق اسمه سوق المدينة او سوق المناخة. خلي بالك عشان الاسامي دي مهمة. يلا نراجع بسرعة. يبقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثالث او رابع خطوة عملها علشان يعمل الدولة الاسلامية كان البناء الاقتصادي. ليه محمد صلى الله عليه وسلم هيعمل بناء اقتصادي؟ عشان عنده 3 مشاكل. المهاجرين، بتراجع معايا، المهاجرين بلا مال، بلا عمل، بلا سكن. بلا مال، بلا عمل، بلا سكن، دي مشكلة عنده اقتصادية. المشكلة الثانية ان المدينة مش هتقدر تستوعب اعداد المهاجرين اللي جايين. ثالث حاجة ان يدوبك المدينة فيها زراعة وصناعة والمهاجرين اللي جايين بيشتغلوا حرفة التجارة. دي المشاكل الاقتصادية. النبي عشان يحل المشاكل دي عمل 3 حاجات: احياء الارض، اهتم بشؤون الري، انشأ سوق المدينة. طيب احياء الارض كان بيوزع اراضي على المهاجرين، اراضي بايظة، اراضي بايظة، يعني ما كانش بياخد ارض من الناس ويديها للمهاجرين، لا، النبي عمره ما يعمل كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجيب اراضي ميتة مش محدش بيزرعها، اراضي بايظة، ويوزعها على المهاجرين، يلا بقى ازرعوا، يلا صلحوا الارض دي، يعلمهم زراعة. هيوصل للاراضي دي ميه، فعمل ترع وقنوات ونظم شؤون الري في كام وادي؟ 2، وادي بطحان ووادي قناه. وادي بطحان ووادي قناه. والنبي بدأ يعمل سوق المدينة، يبني سوق اللي هو اسمه سوق المدينة او سوق المناخ. طيب كده احنا قلنا الاساس الرابع. اخر حاجة هي الارقام دي مكتوبة غلط معلش. الاساس الخامس بقى تأمين الدولة وحمايتها وبناء الجيش. طيب سيدنا محمد لما هاجر من مكة إلى المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما بيفكر
من عقله فقط، ربنا سبحانه وتعالى لازم يوحي له، يقول له اعمل كذا يا محمد. فمن اول ما بدأت تنزل ايات على سيدنا محمد بتخلي النبي يتجه الى الاهتمام بالجيش. سيدنا محمد ربنا قال له أعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، تمام، واعتصموا بحبل الله جميعا. فبدأ ربنا سبحانه وتعالى ينزل آيات على سيدنا محمد تخلي النبي محمد يبدأ يهتم بالجيش، يبدأ يهتم بالقوة الايه العسكرية. خلاص، طب ليه يا محمد هتعمل جيش؟ ليه هتعمل جيش؟ حاجة سهلة، عشان أدافع عن الدولة الإسلامية واحمي الدولة الإسلامية من الخطر، وكمان عشان أقدر أنشر الرسالة الجديدة. ايه ده، هو أنت هتنشر الإسلام بالقوة؟ لا، النبي محمد لما كان بيبعت رسله زي ما أنت هتعرف إن شاء الله الدرس اللي جاي، هبعت واحد إلى منطقة يدعو فيها إلى الإسلام. الناس اللي بتروح تدعو إلى الإسلام كان بيتم الاعتداء عليها، فلو كان النبي سكت عن هذا الاعتداء كانت الدولة الإسلامية هتروح. فالنبي هيعمل جيش علشان يحمي نشر الدين، عشان لو حد اعتدى على المسلمين اللي بينشروا الإسلام الجيش ده يقدر يحمي الناس دي. يلا نحفظ، يبقى الدين لا الجيش الإسلامي سيدنا محمد هيعمله بأمر من الله عز وجل، أمر من الله عز وجل. سيدنا محمد هيعمل الجيش لسببين، عشان يحمي الدولة الإسلامية وعلشان كمان يدافع عنها. تاني حاجة علشان يحمي نشر الإسلام، يبقى يحمي الدولة ويحمي الدين. طيب قول لي النبي هيعمل إيه؟ بص بقى النبي الأول بدأ يعمل إحصاء، يعني يجمع كده أسامي الرجالة اللي هتقدر تشيل السلاح وتحارب. ده الكلام ده من أول سنة في الهجرة. بدأ النبي يدرب أصحابه على فنون القتال والتخطيط والتسليح، وكان النبي بيشارك في التدريب بنفسه. خلاص تمام. من أهم بقى الأسامي سيدنا حمزة ابن عبد المطلب، ده واحد من أعظم قادة الجيش الإسلامي. سيدنا علي بن أبي طالب، حدث ولا حرج. خالد بن الوليد، برضو أسامي عظيمة جدا. طيب هقول لك على حاجة، سيدنا محمد علشان يحمي الدولة بتاعته بدأ يجهز 3 حاجات، اسمعهم كويس. حاجة اسمها البعوث، وحاجة اسمها السرايا، وحاجة اسمها الغزوات. دول 3 حاجات النبي محمد كان بيجهزهم ويبعتهم عشان يحمي الدين ويحمي الدولة. طيب قول لي دول ايه؟ الغزوات دي هي حملات عسكرية الجيش الإسلامي بيروح يحارب فيها، بس كان بيبقى مين موجود معاهم؟ سيدنا محمد. يعني لما سيدنا محمد يخرج بنفسه على رأس غزوة أو النبي محمد يشترك في حرب، إحنا بنسمي الحرب دي غزوات. طب لما الجيش الإسلامي يخرج يحارب بس النبي ما يكونش معاهم، بنسميها إيه؟ سرايا. يعني الفرق بين السرية والغزوة، النبي لو النبي معاه الجيش يبقى اسمها غزوة، النبي مش موجود تبقى اسمها سرية. طب ايه البعوث دي؟ البعوث دي بتبقى حملات استكشافية، حملات استخباراتية. فاهم؟ يعني ان انا ببعت ناس تعرف اخبار المشركين وترجع. مين اول واحد عمل الدور الاستخباراتي ده؟ عبد الله بن ابي بكر، اللي كان عامله اثناء الهجرة. ماشي؟ طيب طبعا احنا الجيش ده خلانا نسيطر، نبسط هيمنتنا وسيطرتنا، كسب بعض القبائل وتحييد بعض القبائل. في قبائل خافت مننا دخلت معانا، وقبائل قالت انا ماليش دعوة. وبكده احنا خلصنا الدرس الحمد لله. هنحل بقى اسئله لان حبايبي كانوا محتاجين نبقى نحل اسئله سريعا، بس احنا عايزين نعمل ملخص في الاخر كده، ما فيهوش تفاصيل كتير بس ملخص يبقى مورين الرؤيه. سيدنا محمد قبل ما يهاجر من مكه الى يثرب كان فيها نوعين من القبائل، عربيه ويهوديه. اشهر العرب الاوس والخزرج، ال3 قبائل اليهوديه بنو النضير، بنو قريظه، بنو قينقاع.
العلاقة بينهم في الأول كانت وفاق، عاشوا مع بعض سلميا، كانوا بيدافعوا عن المدينة مع بعض. اليهود عمرهم ما أجبروا العرب يخشوا في اليهودية، لكن مع تحسن أوضاع الأوس والخزرج بدأت العلاقة ما بين اليهود والأوس والخزرج تبقى سيئة لأسباب اقتصادية. اليهود عشان يخلصوا من الأوس والخزرج عملوا طريقتين: مباشرة قتلوهم، غير مباشرة وقعوا ما بينهم. تمام. طب النبي لما هاجر بدأ يحط دعائم لبناء الدولة. كانوا كام دعامة؟ 5. أول حاجة بناء المسجد، والمسجد ليه 5 أهميات أكيد أنت فاكرهم. تاني حاجة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ودي أنهت العصبية القبلية، وحدت البلد داخليا، أدت إلى التماسك الداخلي. تالت حاجة النبي عملها صحيفة أو دستور المدينة، ودي مهمة جدا. النبي عملها علشان خاطر ينظم العلاقة بين المسلم وغير المسلم، علشان يحدد حقوق وواجبات كل واحد. صحيفة المدينة بتؤكد على التعايش السلمي في المدينة. 4 البناء الاقتصادي. النبي كان عنده مشاكل اقتصادية، المهاجرين بلا مأوى وبلا مال وبلا عمل. المدينة مش هتستوعب أعداد المهاجرين بيشتغلوا تجارة، والنبي لقى أن المدينة فيها زراعة وصناعة. النبي بدأ يعمل 3 حاجات علشان يأكد على البناء الاقتصادي. أول حاجة إحياء الأرض الميتة، هنعمل مشاريع ري كتير، وهنعمل أسواق زي سوق المدينة أو اسمه سوق المناخة. آخر حاجة البناء الاقتصادي، أنا آسف، البناء العسكري. النبي كان بيبعت غزوات وسرايا وبعوث، واحنا عرفنا الفرق ما بينهم. سيدنا محمد ليه اهتم بالجيش الإسلامي؟ علشان يحمي الدولة الإسلامية ويدافع عنها، ويحمي الدين الإسلامي ويدافع عنه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما بدأ يجهز الجيش اختار حمزة بن عبد المطلب، اختار علي بن أبي طالب، اختار خالد بن الوليد. خلي بالك ان بسبب القوة بتاعة الجيش الإسلامي في قبائل كانت مع المسلمين، وفي قبائل بقت ملهاش علاقة بالدولة الإسلامية. ده الملخص السريع. تعال بقى نبدأ نحل. هنحل بتاع 10 15 20 سؤال كده. ظهرت التحالفات في يثرب قبل هجرة الرسول إليها، ومنها ما كان، السؤال ده متكرر، ما بين الخزرج مفروض وبنو قينقاع اللي هم في وسط المدينة. طيب السؤال اللي بعده، هاجرت قبائل الأوس والخزرج لأسباب اقتصادية، دي احنا قلناها برضو قبل كده. طيب يلا نشوف بقى أسئلة جديدة. أسفرت سياسة اليهود ضد القبائل العربية بيثرب قبل ظهور الإسلام. اليهود كانوا بيعملوا إيه ضد القبائل العربية؟ يقتلوهم، أو يخلوا الأوس والخزرج يتخانقوا مع بعض. صح كده؟ أستبعد. هل تنفع ألف؟ لا، ما دي السياسة نفسها، هو عايز نتيجة السياسة. دي غلط أصلا، جملة مش صح، دي ما خدناهاش. فالإجابة هتبقى حدوث صراعات طاحنة، لأن بدأ اليهود يوقعوا ما بين الأوس والخزرج. اوعى تنسى ان اخر صراع طاحن كان ما بين الاوس والخزرج اسمه حرب يوم بعاث. طيب السؤال اللي بعد كده، اشتعلت الفتنة بين الاوس والخزرج بيثرب قبل الاسلام لاسباب ايه؟ هم اتخانقوا مع بعض الاسباب اقتصادية، تمام؟ لان اليهود هم اللي وقعوا ما بينهم، عشان اليهود عايزين يوقعوهم اقتصاديا، وكمان علشان الزعامة في المدينة، يبقى سياسيا واقتصاديا. وبعدين يا مستر انا مش فاهم، تعال نستبعد. هل هم اتخانقوا لاسباب دينيه؟ لا، فدي هتبقى غلط ودي هتبقى غلط. هل هم اتخانقوا لاسباب عسكريه؟ لا يا مستر، فدول يبقوا غلط. فهم اتخانقوا لاسباب اقتصاديه، لان اليهود كانوا عاوزين يرجعوا مكانتهم الاقتصاديه من الاوس والخزرج، واليهود عايزين يرجعوا يبقوا هم اللي ماسكين المدينه، فدي تبقى سياسه واقتصاد. طيب. يرجع الموطن الاصلي لقبائل الاوس والخزرج بالنسبه لشبه الجزيره. هو ايه الموطن الاصلي بتاعهم؟ اليمن. طب مستر هما اليمن دي بالنسبة لشبه الجزيرة فين؟ في الجنوب الغربي. خلاص كده؟ طيب سؤال 6، ما تدل عليه المقولة المقابلة ينطبق على مين؟ ماشي نقرأ الجملة. الشقاق والصراع بين الأخوة، الخناقات ما بين الإخوات، يأتي من الحاقدين، فاحرص على الوقوف بجانب أخيك
ولا تعطي فرصة للحاقدين للنيل منكم. وهنا بيقول لك الاتنين اللي اخوات مفروض ما يتخانقوش، ولو اتخانقوا يبقى الناس الوحشة هي السبب في الخناق. ده بينطبق على مين؟ الأوس والخزرج. اعتمد اليهود في إعادة فرض سيطرتهم على يثرب. هم اليهود علشان خاطر يرجعوا سيادتهم عملوا ايه؟ وقعوا ما بين الأوس والخزرج. طب كلمة وقعوا ما بين الأوس والخزرج ايه في الاختيارات؟ دي بقى بطريقة تالتة ثانوي، اسمها ايه دي؟ فرق تسد. فرق تسد دي كانت حاجة استخدمها اليهود. يعني ايه فرق تسد؟ يعني فرق ما بين الأوس والخزرج، فرق ما بين الأوس والخزرج، تبقى انت اللي مسيطر عليهم، ففرق تسد. تسد يعني تسيطر. سعى الرسول منذ هجرته ليثرب إلى وضع اللبنات يعني الأحجار، اللبنات الأولى للدولة، بتحقيق إيه؟ النبي كان عامل المسجد علشان خاطر يبقى مأوى للمهاجرين، يقرب ما بين المهاجرين والأنصار. بالاستبعاد دي لأ، دي مش أول حاجة كان النبي هدفه يعملها، ولا دي برضو دي النبي ما كانش هدفه يعملها، ولا الحدود الآمنة. هو كان هدفه السلم الاجتماعي. ليه يا مستر؟ لأن هو كان هدف النبي من الأول إن هو يقرب العلاقة بين مين ومين؟ المهاجرين والأنصار، فيعيشوا مع بعض. طيب سؤال 9، ساعد بناء مسجد الرسول في المدينة على إيه؟ أستبعد. هل المسجد ساعد على توطيد يعني تقوية العلاقة بين المهاجرين والأنصار؟ تنفع، لأن هو كان مأوى للمهاجرين وملتقى الصحابة اللي هم المهاجرين والأنصار. بس نكمل. هل تنفع دي؟ لا، ملهاش علاقة، دي غلط أصلا. المسجد مش هدفه ولا ساعد إن هو يرفع مكانتهم الاجتماعية، ده هم كانوا بيعيشوا فيه، ده مش رافع مكانه. هل نشر الدعوة خارج المدينة؟ لا، المسجد ما كانش معمول عشان، ما قالش في المهام بتاعته ننشر الإسلام خارج المدينة. طب هل دي؟ لا مستر، هو مش هيحل مشكلة اقتصادية، هو هيحل مشكلة اجتماعية، فدي ما تنفعش. تبقى الإجابة ألف. اشمعنى ألف؟ إيه إحنا قلناه في ألف؟ إن النبي كان عامل المسجد علشان يبقى ملتقى الصحابة، ملتقى المهاجرين والأنصار. طيب نشوف رقم 10. إن بينهما النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. الصحيفة دي أول ما أشوفها يبقى الدستور، صحيفة المدينة. النبي محمد الجملة دي قالها إن بينهما النصر على من حارب أهل هذه المدينة، أهل هذه الصحيفة. مين أهل الصحيفة؟ مين الناس اللي هي الصحيفة بتتكلم عنهم؟ المسلمين واليهود، المسلم وغير المسلم. ما تنفعش دي، ولا المهاجرين والأنصار، لأن الصحيفة مش معمولة لدول بس، هي معمولة للمسلمين واليهود. طب دي يا مستر؟ لا، لأن برضو مش الأنصار بس، الأنصار والمهاجرين مع بعض مع اليهود. طيب نحل آخر سؤال. حقق المسجد النبوي أول ما فقده المهاجرين عند هجرتهم من مكة إلى يثرب. المسجد النبوي حقق أول حاجة المهاجرين فقدوها. المهاجرين فقدوا إيه؟ بيوتهم، صح كده؟ فالمسجد بقى حقق لهم اللي هم فقدوا فين؟ اهي مقر إقامة الصحابة من المهاجرين لحد ما يبقى عندهم بيت. كده احنا الحمد لله خلصنا أول 3 دروس على خير. راجع كده عليهم لأن امتحان الشهر أكيد هيبقى على الأبواب. إن شاء الله احنا هنعمل، أنا كل مرة بقول هعمل مراجعة قوية جدا إن شاء الله للشهر الأول، هتبقى كويسة. وإن شاء الله احنا هنكمل برضو شرح معاكم المنهج كله. حبايبي أشوفكم على خير، سلام عليكم.